اعتزل ماضيه السري وقرر يعيش في حاله، ولكن الظروف أجبرته إنه يرجع أقوى من الأول. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع راجل اسمه آدم، واللي كان عميل سابق في قوات خاصة داخل الحكومة الأمريكية، وبالتحديد في منظمة سرية اسمها خلية النحل. والمنظمة دي كانت مكلفة بالمهام الخطيرة، وما كانش مسموح لأي حد في الدولة إنه يعرف عنهم حاجة. وبعد تقاعد آدم عن العمل، قرر إنه يعيش حياة هادية وبدأ يشتغل كمربي نحل. وكان مأجر مزرعة من ست مسنة اسمها باركر، واللي بنعرف إنها بتشتغل في مؤسسة خيرية بتدعم الستات والأطفال اللي بيعانوا من الفقر الشديد. وباركر كانت بتحب آدم جدا وبتعامله كأنه ابنها، وآدم كان بيبادلها نفس الشعور برضه وكان معتبرها زي أمه. وفي يوم لما باركر كانت شغالة على اللابتوب بتاعها، فجأة بيجيلها رسالة تحذير على الشاشة وبيكون مكتوب فيها إن الجهاز بتاعها مليان بفيروسات خطيرة، ولو مش عايزة تفقد بياناتها ممكن تتصل برقم الدعم اللي موجود أسفل الرسالة. ولأن باركر بتكون قلقانة جدا بتتصل بالرقم بسرعة، وما كانتش تعرف إنها بتتواصل مع المركز الرئيسي لعصابة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال. وبمجرد ما باركر اتصلت بيهم اخترقوا جهاز اللابتوب بتاعها. ووقتها باركر كانت بتتكلم مع مدير العصابة ميكي، واللي بيأكد لها إنهم بينظفوا جهازها دلوقتي من الفيروسات، وبيقول لها إن الشركة بعتت لها مبلغ بقيمة $500 كتعويض ليها عن الأضرار اللي حصلت. ولما باركر بتفتح حسابها علشان تتأكد، بتلاقي إن اتحول لها $50,000 مش 500. ولما بتعرف ميكي، بيقول لها يبقى هو حول المبلغ ده بالغلط، وبيطلب منها ترجع الباقي علشان صاحب الشركة ما يطردوش. ووقتها باركر بتطمنه وبتقوله إنها هترجع له المبلغ بالكامل. وساعتها بنعرف إن العصابة عملوا كده علشان يخلوا باركر تكتب باسورد الحساب بتاعها وهم مراقبين الجهاز. وبمجرد ما باركر بتكتب الباسورد علشان ترجع المبلغ، العصابة بيقدروا يسحبوا الرصيد بتاعها في لمح البصر، واللي بيكون بقيمة $2 مليون. وأول ما باركر بتلاقي الرصيد بقى صفر في حسابها، بتعرف إنه اتنصب عليها، وبتنهار تماما لأن الفلوس اللي راحت دي كانت عبارة عن تبرعات للمؤسسة الخيرية اللي بتشتغل فيها. وفي الليل بعد ما آدم بيخلص شغله، بياخد برطمان عسل وبيروح لبيت باركر علشان يقدمه لها كهدية. ولكنه لما دخل البيت اتصدم لما شاف باركر فرقة الحياة وكان في سلاح موجود جنبها. وقبل ما آدم يستوعب اللي شايفه، في اللحظة دي بتوصل فيرينا بنت السيدة باركر. وأول ما بتشوف آدم واقف قدام أمها اللي فرقت الحياة، بتنهار تماما وبتوجه السلاح ناحيته، لأنها بتكون معتقدة إن آدم هو اللي خلص على أمها. وبنعرف إن فيرينا بتكون شغالة شرطية، وبتستدعي زمايلها في الشرطة بسرعة وبيقبضوا على آدم. ولكن لما المحققين بيبدأوا يجمعوا الأدلة، بيكتشفوا إن باركر هي اللي عملت كده في نفسها، لأنها تعرضت لعملية احتيال وفقدت كل فلوسها. وبالتالي أفرجوا عن آدم. وتاني يوم فيرينا بتروح تعتذر لآدم لأنها اتهمته بالباطل، وبتبدأ تحكيله عن عملية الاحتيال اللي أمها تعرضت لها من شخص مجهول شغال تحت ستار شركة مكافحة الفيروسات. وبتعرفه إن للأسف مفيش أي دليل يدين الشركة دي. وأول ما آدم سمع الكلام ده، قرر إنه يرجع حق الست الطيبة اللي راحت بطريقته الخاصة. وأول حاجة بيعملها إنه بيروح يتصل بمنظمة خلية النحل اللي كان شغال فيها، وبيعرف من واحدة زميلته شغالة هناك معلومات كتير عن شركة مكافحة الفيروسات وعن مكانها بالظبط. ووقتها آدم مش بيستنى وبيروح لمقر الشركة ومعاه مواد مشتعلة. ولما اتنين من أفراد الأمن بيوقفوه وبيسألوه هو رايح فين، آدم بيقول لهم مفيش، أنا داخل أحول الشركة دي لكوم تراب بس. ولما أفراد الأمن بيستهزئوا بيه وبيمنعوه من الدخول، فجأة آدم بيشتبك معاهم وبينهي أمرهم في لحظات. وبعدها آدم بيدخل الشركة وبيروح لأوضة التحكم، وبيطلب من كل الموظفين إنهم يخرجوا من الشركة، وإلا هيكونوا جزء من الرماد اللي هيملى المكان.
ولكن الموظفين مش بيهتموا لكلامه. بس لما آدم بيبدأ يرش المواد المشتعلة في الأوضة بالكامل، وقتها الموظفين بيخافوا وبيطلعوا يجروا بسرعة. وفي اللحظة دي بيجي مدير العصابة ميكي ومعاه مجموعة من أفراد الأمن، وبيطلب منهم يتعاملوا مع آدم. ولكن بيحصل العكس، آدم هو اللي بيقدر يسيطر عليهم وبيوقعهم واحد ورا التاني. وبعدها آدم بيروح يحط جيركن المواد المشتعلة جنب ميكي، وبيثبت فيه مفجر بيوصله بتليفون الشركة، علشان أول ما ضحية جديدة تتصل المفجر يضرب في الشركة على طول. وبعد ما آدم بيسيب ميكي وبيمشي، ميكي بيخاف وبيخرج وراه بسرعة. وبالفعل أول ما ضحية جديدة بتتصل بالشركة، المبنى كله بيشتغل في لحظات وبيتحول لرماد. وبعدها ميكي بيتصل بصاحب الشركة واللي بيكون اسمه ديريك، وبيحكي له عن اللي حصل وعن الشخص المجهول اللي حول شركتهم لرماد. فديريك بيتعصب جدا وبيأمره إنه يجمع كل الرجالة ويروح يدوروا على الشخص ده وينهوا أمره في أسرع وقت. وفي اللحظة دي فيرينا بتوصل لموقع الحادث هي وباقي الضباط، ولما بتشوف الشركة اللي كانت السبب في رحيل أمها وهي كوم تراب بتحس بالراحة. ولكن لأنها شرطية بتأدي واجبها وبتبدأ تحقق في الواقعة. وبعد شوية ميكي ورجالته بيروحوا للمزرعة اللي موجود فيها آدم، وبيستنوه لما يمشي بالعربية وبيكسروا كل خلايا النحل بتاعته. وبعدها بيروحوا وراه للمستودع اللي بيشتغل فيه. ولما بيبدأوا يدوروا عليه، فجأة آدم بيبدأ يظهر في أماكن مختلفة وبيقضي عليهم كلهم، لحد ما بيجي الدور على ميكي. ووقتها آدم مش بيرضى يخلص عليه، ولكنه بيطير صوابع إيديه بس وبيسيبه يهرب. وفي الوقت ده بيجي اتصال لفيرينا، وبتعرف إن المستودع اللي داخل مزرعة أمها اتحرق بالكامل. ففيرينا بتروح على هناك بسرعة، ولما بتبدأ تحقق في الحادث وبتلاقي بطاقة هوية لواحد من اللي فقدوا حياتهم داخل المستودع، وبتعرف إنه شغال في شركة مكافحة الفيروسات. وقتها فيرينا بتبدأ تشك إن آدم هو اللي نسف الشركة علشان ينتقم لموت أمها، وبسبب ده المسؤولين بعتوله مرتزقة في المستودع علشان يصفوه. وبعدها بنشوف ميكي وهو قاعد في عربيته وعمال يعيط على صوابعه اللي راحت، وبيتصل برئيسه ديريك وبيعرفه إن آدم قام بالواجب مع رجالتهم. ولما ديريك بيسأله مين الشخص ده علشان يعمل كل الحاجات دي، وميكي لسه بيقوله إنه شغال مربي نحل، فجأة بياخد بوكس في وشه من آدم، واللي بعدها بيربطه في العربية وبيبدأ يشغل الموتور. وأول ما العربية بتمشي بتسحب ميكي معاها وبينزلوا هما الاتنين في البحر. وديريك بيكون سامع كل حاجة لأن المكالمة بتكون لسه شغالة. ووقتها آدم بيمسك موبايل ميكي وبيقول لديريك إن الدور اللي جاي عليه، وبيقفل السكة في وشه. وبعدها بنروح لفيرينا اللي كانت هي وصاحبها الضابط مات، بيدوروا على أي معلومات عن آدم في قاعدة البيانات الفيدرالية، ولكنهم بيكتشفوا إن مفيش أي معلومات تخص آدم نهائي. ووقتها فيرينا بتفهم إن أكيد آدم كان عسكري سابق في منظمة سرية، لأن مستحيل يكون إنسان عادي وقاعدة البيانات ما تعرفش عنه حاجة. وفي الوقت ده ديريك بيقابل شخص اسمه ولس، واللي بنعرف إنه كان رئيس سابق لجهاز المخابرات الأمريكية، والمسؤول الأول عن حماية ديريك بناء على طلب أمه جيسيكا الرئيسة الجديدة للولايات المتحدة. ولما ديريك حكى لولس عن اللي حصل، ولس اتصل بزميلته جانيت رئيسة جهاز المخابرات حاليا، وطلب منها معلومات عن آدم. ولما جانيت بتعرفه إنه كان عضو سابق في منظمة خلية النحل السرية، ولس بيتصدم لأنه بيكون عارف مدى خطورة المنظمة دي، ولأنه مش هيقدر يتصرف معاه بنفسه بيطلب من جانيت إنها تتعامل معاه. وبالفعل جانيت بتكلف أقوى عميلة في منظمة خلية النحل النشطين بالقضاء على آدم، واللي بيكون موجود في الوقت ده داخل محطة بنزين وبيفول عربيته. وقبل ما يتحرك، فجأة بتيجي العميلة وبتشن هجوم شرس على آدم باستخدام سلاحها، ولكن آدم بيقدر يوقع منها السلاح وبيدخلوا في معركة قوية مع بعض، لحد ما آدم بيقدر يتغلب عليها في الآخر. وبعد ما بيطير صباع من إيديها،
بيولع في المكان وبياخد بعضه ويمشي. وفي الوقت ده جانيت بتتصل بولس وبتحكيله عن اللي آدم عمله، وبتعرفه إن منظمة خلية النحل قرروا إنهم يقفوا على الحياد وما ينحازوش لحد. وساعتها ولس قرر إنه يعتمد على نفسه، جمع شوية رجالة من المرتزقة وطلب منهم يكونوا مستعدين لمواجهة آدم. وفي الوقت ده آدم بيوصل لبيت العميلة اللي خلص عليها من شوية، وبيستخدم الصباع بتاعها علشان يتجاوز نظام الأمن اللي على الباب. وبعد ما بيدخل بيفتح جهاز الكمبيوتر بتاعها، وبيفضل يدور على أي معلومات تخص شركة مكافحة الفيروسات، لحد ما بيقدر يوصل لعنوان المقر الرئيسي بتاع الشركة. وبعد ما بياخد شوية أسلحة من ترسانة العميلة، بينطلق بالعربية بتاعته. وفي الوقت ده فيرينا بتروح تقابل مدير مكتب التحقيق الفيدرالي، وبتعرفه إن آدم هو اللي ورا الحوادث اللي حصلت في الفترة الأخيرة، لأنه بينتقم من ديريك رئيس شركة مكافحة الفيروسات. وبتقترح على المدير إنهم يوفروا حماية للمقر الرئيسي للشركة، لأنها متأكدة إن آدم هيروح لهناك قريب. وبالفعل بعد شوية آدم بيوصل للمقر الرئيسي للشركة، وبيدخل في معركة شرسة مع قوات التدخل السريع اللي كانوا بيحرسوا المدخل، ولكنه بيقدر يتغلب عليهم كلهم. وبعدها آدم بيدخل للشركة وبيشتبك مع رجالة ولس، واللي كانوا بيحاولوا يوقعوه بكل قوتهم. ولكن آدم كان بيتحرك بين الممرات زي الشبح، وبيستخدم مهارته وبيقدر يصطادهم واحد ورا التاني. وبيروح لمدير الشركة وبيفضل يضغط عليه علشان يمده بمعلومات عن صاحب الشركة. وساعتها المدير مش بيقدر يقاوم، وبيوريله صورة ديريك وبيعرفه هو موجود فين. وفي اللحظة دي فيرينا بتوصل للشركة هي ومجموعة من الجنود، ولكنها بتكون وصلت متأخر وآدم بيكون هرب من المكان. ولما فيرينا بتشوف صورة ديريك ابن رئيسة أمريكا موجود على جهاز الكمبيوتر، بتتصدم وبتروح تبلغ مدير مكتب التحقيق الفيدرالي إن شركة مكافحة الفيروسات تبقى ملك ديريك، ولكنها بتعرفه إنها مش شركة عادية، وإن ديريك بيستخدمها كفخ علشان يصطاد الضحايا بتوعه وينصب عليهم. وفي الوقت ده بتيجي مكالمة لولس وبيعرف كل اللي حصل، فبيطلب من ديريك إنه يروح يستخبى في بيت أمه الفترة دي. وبالفعل تاني يوم ديريك بيروح يقعد مع أمه في البيت، وبيكون فيه حماية أمنية مشددة من القوات الخاصة لمداخل ومخارج البيت، وفيرينا بتكون من ضمن قوات الحماية دي. وولس بيكلف شخص اسمه روس قائد مرتزقة محترف إنه يفضل مع ديريك ويحميه من أي خطر. وبنلاحظ إن في اليوم ده جيسيكا بتكون عاملة حفلة كبيرة داخل البيت. وفي الوقت ده بنشوف آدم وهو بيتسلل من فتحة المجاري، وبيدخل للحديقة اللي في بيت جيسيكا بكل سهولة، وبيبدأ يفخخ عربيات القوات الخاصة بمعدات متفجرة. وبعدها آدم بيدخل للحفلة بكل هدوء وكأنه واحد من المدعوين. ووقتها بنشوف مدير مكتب التحقيق الفيدرالي وهو قاعد مع جيسيكا وابنها ديريك في البيت، وبيبدأ يحكي لجيسيكا عن عمليات الاحتيال اللي ابنها بينفذها من خلال شركة مكافحة الفيروسات. وأول ما جيسيكا بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتفضل تزعق في ابنها، ولكن وقتها ديريك بيعرفها إنه اضطر يشتغل في الاحتيال علشان يمول لها الحملة الانتخابية بتاعتها، وإنه لو ما كانش عمل كده ما كانتش هتبقى رئيسة الولايات المتحدة من الأساس. وفي الوقت ده لما فيرينا بتشوف آدم بالصدفة داخل الحفلة، بتبلغ القوات الخاصة بسرعة علشان يتحركوا ويقبضوا عليه. وبالفعل القوات الخاصة ومعهم المرتزقة بقيادة روس بيقدروا يحاصروا آدم في حديقة البيت. ووقتها آدم بيستسلم وبينزل على الأرض، ولكننا بنلاحظ إن ده جزء من خطته، لأنه بعدها بيدوس على جهاز التحكم اللي معاه وبيفجر كل العبوات اللي زرعها في عربيات القوات الخاصة. ووقتها آدم بيستغل حالة الفوضى اللي حصلت وبيدخل جوه البيت من تاني. ولما أي حد كان بيعترض طريقه وهو رايح لأوضة جيسيكا كان بيقضي عليه في ثواني. وحتى لما روس زعيم المرتزقة بيهجم عليه بكل قوته، آدم بيقدر يخلص عليه في الآخر.
وفي الوقت ده جيسيكا بتقرر إنها تفضح ابنها قدام الناس كلها، وده معناه إن ديريك هيتحبس بتهمة الاحتيال على الناس. ولأن ديريك مش بيكون عايز يتقبض عليه، بيمسك مسدسه وبيضرب نار على مدير مكتب التحقيق الفيدرالي وبيخلص عليه على طول. ولما أخيرا آدم بيقتحم الأوضة عليهم، وقتها ديريك بيمسك أمه وبيوجه المسدس ناحيتها، وبيستخدمها كرهينة علشان محدش يقرب منه. وفي اللحظة دي بتوصل فيرينا وبتوجه المسدس ناحية آدم، وبتطلب منه يسلم نفسه. ولكن آدم مهتمش لكلامها، وسألها هي بتخدم القانون ولا العدالة. وقبل ما فيرينا ترد، آدم بيوجه ضربة قاضية لديريك وبينهي شره للأبد. وبعدها بينط من الشباك في لمح البصر وبيهرب ناحية الشاطئ. ومع إن فيرينا قدرت توصله وكان في إمكانها إنها تنهي أمره، إلا إنها سابته يهرب، لأنها عارفة إن آدم انتقم من الناس دي لأنهم كانوا السبب في نهاية حياة أمها. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.